قصة اليوم تحت عنوان كوميسير الظل: كيف تحول ضابط أمن إلى أخطر المغتصبين في تاريخ المغرب. في قلب مدينة الدار البيضاء، رجل بذي الشرطة كان فوق الشبهات، ضابط معروف بالحزم والانضباط، لكن تحت ذلك القناع كان كيختبئ وحش. أكثر من 500 امرأة وقعنا ضحاياه. اليوم غنحكي لكم على قصة الشرطي ثابت، أو كما سمي لاحقا الكوميسير المغتصب. ثابت هو ضابط في سلك الشرطة المغربية، تولى مناصب مهمة في الأمن العمومي، كان محبوبا من رؤسائه واعتبر رمزا للصرامة، لكن في الخفاء كان كيستغل سلطته باش ينفذ نزواته المظلمة. في أواخر الثمانينات بدات كتطفو شكاوى متفرقة من النساء كيتهموا رجل نافذ بالاغتصاب، لكن ما قدروش يصرحوا بالاسم، كانوا خايفين. الشرطة ما خداتش الأمور بجدية، وبعد الشكاوي اختفت بطرق مشبوهة. الصدمة الكبرى وقعت سنة 1993، حيث دامت الشرطة دار ثابت بناء على إخبارية دقيقة، واللي لقوه فاق كاع كل التوقعات. لقاو كاميرات خفية، مئات أشرطة فيهم نساء مغتصبات، لائحة أسماء الضحايا، وبعد الأحيان لقاو شخصيات معروفة كتظهر في هاد الفيديوهات. المحكمة كانت مفتوحة للصحافة، واعتبرت أكبر فضيحة أخلاقية في تاريخ الحديث للمغرب. الضحايا جاو من كل المدن، أقوالهم كانت صادمة، كانوا يهددوهم، كان كيغتصب اغتصاب جماعي وكيصورهم دون العلم ديالهم، ووصلت حتى للابتزاز. الحكم بعد جلسات طويلة، المحكمة حكمت على ثابت بحكم ثقيل بزاف، حكمت عليه بالإعدام، وفعلا تنفذ الحكم في 15 سبتمبر 1993. وهكذا كان آخر من أعدم رسميا في المغرب حتى ليومنا هذا. قصة مصطفى ثابت بقى درس مؤلم على كيفاش يمكن للسلطة المطلقة تسد صح أن المجرم ما كيكونش ديما مجهول، بل أحيانا كيعيش وسطنا بوجه مكشوف وبقناع قانون. إلا عجبتكم القصة ما تنساش تشترك في القناة وتخلي لي تعليق. ومن هنا لتما كنقول لكم شكرا على المشاهدة، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.